كده دلوقتي. يس ده يس الوقت عندك الساعة كام بقى؟ 12 ونص، او 12:40 يعني. الظهر امم ولا بالليل؟ اه لا لا، الظهر، دول اوكي. دول. ما هو سبع اوكي. ساعات فرق 7 ساعات فرق. اه. بس بس اهلا وسهلا، احنا معانا عبد الرحمن اسامه النهارده. عبد الرحمن يعني معرفه قديمه وزميل من زمان. ف اتشرفت بيه يعني النهارده ان شاء الله يعني في السيريز اللي احنا عاملينها في الفيرست اي اي برودكت ديزاينر. عبد الرحمن مش برودكت ديزاينر بس، هو بيعمل حاجات تانية كتيره. من ضمنها ان هو اشتغل في شركه سكيل اي اي. فكان النهارده كانوا عايزين نفوكس اكتر على البرودكت ده، و عبد الرحمن عمل ايه في المشروع، و how was it different عن المشاريع اللي كان اشتغل فيها قبل كده. وبس انا المايك معاك يا عبد الرحمن، pass it on to you يعني، وتشرفنا بيك يعني. اهلا وسهلا. الله يخليك. هو انت ده يعني خدت بالي من حاجة، بتقول ان انا ما عملتش برودكت ديزاين، بس انا جات لي فترة، انت عارفة يا أميرة، يعني شغال دلوقتي في البرودكت ديزاين بقالي اكتر من 20 سنة، يعني داخل في 25 سنة. بدأت اتغير يعني. وبدات كان زمان ويب ديزاينر، ما كانش في حاجه اسمها برودكت، وبعدين بقيت يو اكس ديزاينر، وبعدين بقيت برودكت ديزاينر. فجيت بعد يعني من حوالي 7 8 سنين كده بقيت انترستد قوي بالبرودكت مانجمنت، وخصوصا البرودكت استراتيجي. ليه؟ علشان كنت بحس ان احنا بنعمل ديزاينز باي ذا بوك بقى، يعني خلاص كان بقالي مثلا خبره اكتر من 15 سنه ولا حاجه. فخلاص اللي هو الديزاين بقى يوزر ريسيرش، وعارفين البيزنس اوبجكتيفز، وفاهمين السوق، وعاملين الكوبريتور اناليسيز، والكلام اللطيف ده كله. وبنعمل ديزاين بقى اللي هو بيزد اون ريسيرش وايفيدنس وامباثي والكلام بتاع الكتب كله. ومع ذلك الديزاين البرودكت او الديزاين ده لما يتعمل مش بينجح از برودكت بعد كده، مش بيحقق ماركت فيت. فاللي هو طب انا عملت ايه غلط؟ انا عملت كل حاجه صح. فبدات افهم ان لا، ده في حاجه اسمها البرودكت مانجمنت والبرودكت استراتيجي والماركت فيت فمش مم. عشان عملت الديزاين صح يبقى البرودكت لازم هيلاند صح، لان في دوائر تانية ناقصه. فده طبعا انتوا ما اعرفش اللي عارف فيكم، يعني البرودكت مانجمنت فيه 3 دوائر مشهورين قوي: دايره الديزاين او اليوزر، وبعدين دايره البيزنس، او اولا دايره البيزنس، وبعدين دايره اليوزرز، وبعدين دايره التكنولوجي او الفيزيبيليتي عموما، يعني امكانيه عمل الشيء ده بدون اخطاء وبدون باجز وكده، يعني بيسموها الفيزيبيليتي، بيسموها الديزايرابيليتي والبروفيتابيليتي تقريبا، الحته بتاعت البيزنس لو انا فاكر صح، والفيزيبيليتي. فدول 3 دوائر. فدايره فبقيت انترستد ان انا اجرو من البرودكت ديزاين اللي بقى البرودكت مانجمنت او برودكت ستراتيجي او كده لمده طويله لغايه قريب. وبعدين بدات اشوف بالذات بعد ما دخلت سكيل ان لا، البرودكت ديزاينر الشاطر، انا بتكلم في مستويات يعني سينيورز بقى وليد وكده، لا يقل اهميه، وبرضه في كالتشر شركات يعني عاليه شويه، لا يقل اهميه اطلاقا عن البرودكت مانجر. واكشولي اللاين ما بين البرودكت ديزاين والبرودكت مانجمنت بقى فيري ثين لاين، يعني الاثنين تقريبا في السينيور ليفلز بقوا بيعملوا حاجات. اهلا اهلا محمود، ازيك يا محمود؟ ده احنا معانا بقى سيشن عالميه النهارده، ناس في المانيا وناس في كندا ده انا بقيت مشهور بقى، صورتي على افيش زي ما زي ما النادي بيقول. خلاص هتغر كده بقى. اه، فاللاين اللي بقى ما بين البرودكت مانجمنت والبرودكت ديزاين. وانا برضو انا بس مش عايز ابقى كومبليكيت قوي في الكلام مع الناس، بس يعني خلينا نفصصها حته حته. لما بتكلم على برودكت مانجمنت بتكلم على جانب البرودكت استراتيجي اكتر، لان احنا برودكت مانجمنت انا بعتبره نصين رئيسيين قوي: نص ديليفري ونص استراتيجي. ده احنا بنتكلم على برودكت مانجمنت دلوقتي، مش على برودكت ديزاين. فانا ومعظم البرودكت مانجمنت في معظم الناس اللي شغاله برودكت مانجمنت في معظم الشركات للاسف 90% منه جزء الدليفري، كانه الدليفري مانجر بتاع زمان. لكن اكشولي البرودكت مانجر الحقيقي هو البرودكت يكمن في البرودكت استراتيجي اكتر، يعني المفروض يعني عمليا. فالبرودكت ديزاينر السينيور بقى شغله او بقى اللي بيعمله بقى قريب قوي من البرودكت مانجر برضو. فبقيت احس ان الرول بتاع الديزاينر السينيور في الشركات، خصوصا الشركات طبعا البرودكت، يعني شركات البرودكت يعني، بقى لا يقل اهميه اطلاقا عن البرودكت مانجر او الرول ده يعني.
واكشولي بقوا بيعملوا يعني اوفرلابنج بنسبه ممكن تقرب لل 80% او 70%، بقى اوفرلابنج بشكل كبير جدا. يعني طبعا السينيور ديزاينر مش بس بقى بيقعد يموف بيكسلز ويقعد يبرفكت الالوان والحاجات دي، السينيور ديزاينر بيبدا يفكر استراتيجيك اكتر، ويبدا يفكر احنا بنتارجت مين، احنا كومبيتيشن فيها ايه، احنا هننزل انهي فيتشر امتى، اليوزر عايز ايه الجوب تو بي دان. فلو بدات تفكر في الكلام ده هتلاقيه قريب قوي اكشولي من البرودكت مانجر بدا بيعمله. اضافه عليه بس البرودكت مانجر بيركز قوي في حته الدليفري، ان انت بقى يعني الكلام ده هيتطبق ازاي، والكوميونيكيشن ما بين الانجينيرز والديزاين والتروس بقى المختلفه عشان ده تو بي ديليفرد، والرود مابينج بقى طب امتى، ويعني حته بروجكت مانجمنت شويه اباف بقى الحته بتاعت الديزاين او الاستراتيجي يعني. ففي الاخر اعتقد ان هيبقى في يونيفرسال رول كده اسمه برودكت بيلدر او برودكت بيرسون. يعني في الاخر احنا كلنا احنا بنبني برودكتس، بس ممكن انا عندي مثلا تول بتاعت الفيجوال ديزاين في جيبي، حد تاني عنده تول مثلا بتاعت الانفورميشن اركتكتشر، او حد تاني عنده تول بتاعت مثلا الكوميونيكيشن مع سواء فيسنج للكلاينت او فيسنج للتيم لكن في الاخر كلنا بنبني برودكتس، يعني احنا بنبني برودكت. فدي على تعقيبا على حته ان انت بتقولي لي انت بتعمل حاجات اكتر من برودكت ديزاين. انا جات لي يعني فتره فعلا كنت بحاول ابقى زي هيد اوف برودكت مش عارف ايه بتاع حاجات زي كده، بس بدات احس to be a senior designer وتبقى ديزاينر بجد is maybe much more important عن اي product management role ممكن يبقى موجود يعني. اوكي. بس طب الرول بتاعك يا عبد الرحمن كان عامل ازاي في سكيل اي اي؟ قولي. انا في سكيل اي ما اعرفش برضو انتروداكشن سريعه للناس اللي مش عارفاها. سكيل اي شركه قيمتها تقريبا تتعدى 30 مليار دولار، من قلب السيليكون فالي. وهي شركه بدات في انها هو الفاوندر بتاع سكيل اي اسمه الكسندر وانج، هو شاب اصغر مني ب 10 سنين ما شاء الله يعني، او اصغر كمان. وهو يمكن من اصغر البليونيرز في العالم تقريبا، كان الكلام ده سنه 23 او حاجه. هو والكوفاوندر اللي معاه. وهو الراجل ده عبقري ما شاء الله، لدرجه ان لما مارك زاكربرج جه يعمل تيم من اللي هو سماهم السوبر انتليجنس تيم، لو انتوا فاكرين كنتوا بتسمعوا الاخبار تقريبا من سنه ان مارك وينت روج كده لوحده وبدا ان هو يهاير ناس بشكل دايركت ويديهم فلوس خزعبليه وبتاع. فالتيم اللي هو لو انتوا فاكرين الاخبار دي يعني كون تيم كده، جاب انجينيرز من تسلا ومش عارف منين ومن ابل ومن فالمدير بتاع التيمز ده اللي جابه كان الكسندر وانج اللي هو بتاع سكيل اي ده، اللي هو الشاب اللي يعتبر صغير ده، شكله صيني كده شويه، ممكن تكونوا شفتوه في الاخبار او حاجه. واشترى عشان بيسموها هاير اكواير، ليها ترم كده اللي هو هايرنج واكوايرنج مع بعض، ليها كلمه كده مش فاكرها، مصطلح كده. فهو اكوايرد الشركه بتاعت سكيل عشان ياخد اليكس وياخد جزء طبعا كبير من التيم اللي كان. فاشترى مارك، اشترى يعني او ميتا يعني اشترت 49% من سكيل اي اي بقيمه 14.3 بليون. فسكيل اي بقت قيمتها 30 مليون. فسكيل اي شركه عملاقه جدا وفي قلب السيليكون فالي وفي قلب الاي اي. وفيها قسم اللي انا كنت شغال فيه اسمه انترناشونال بابليك سيكتور، مم. وده ما يخص كل البيزنس بتاع سكيل اي اي خارج امريكا. مم. فهم بيعملوا ايه، اكبر كلاينت لسكيل اي خارج امريكا هي قطر. في عقد ما بين سكيل اي وحكومه قطر مدته 5 سنين، ما حدش عارف قيمه العقد ده قد ايه، بس العقد طبعا عملاق يعني ملايين الدولارات يعني ما كانش اكتر. وايه الفكره فيه، ان هم تقريبا بيعملوا اي اي ترانسفورميشن تقريبا للحكومه كلها. فسكيل اي بتخش كل يعني اي وزاره وتمسك اليوز كيسز اللي في الوزاره وتبدا ان هي تشوف ايه الاي اي ممكن يفيد ازاي. ف... فمثلا حاجه من الحاجات اللي عملتها اول لما رحت كان الوحده بتاعه تراخيص البناء. اوكي. عشان اي حد يعمل يعني عنده ارض وعايز يبنيها، لازم في مهندس بيرسم الرسومات، وبعدين الرسومات دي بتروح لمكان حكومي بيعمل ترخيص بالرسومات دي. ده في اي دوله يعني مش حاجه معروفه يعني. فهم كان عندهم سيستم ورك فلو سيستم كده، ان اليوز او المواطن يعني او المهندس بيرفع الرسومات دي،
وبعدين بتظهر بقى للموظف اللي هو المهندس اللي في الحكومة أو في الوزارة دي، ويبدأ إن هو يشوف الرسومات، ويبدأ إن هو يشوف الكود بتاع البناء ويقارن ويدي ابروفل أو ريجكشن، ولو ادى ريجكشن فده كان ورك فلو موجود. اللي حصل إن إحنا قلبنا الورك فلو ده لحاجة اسمها AI assisted work flow. دي احد الحاجات الشهيره قوي في الاي اي ترانسفورميشن، ان انت بتاخد ورك فلو موجود تخليه اي اي اسيستد بحاجه اشهر اسمها الهيومن ان ذا لوب. يعني انت يعني بيبقى الاي اي مش عنده توتال كنترول، الاي اي بس بنسبه 70 80% بيعمل ايه؟ بيعمل بري فيلنج للداتا بدل ما اليوزر يقعد يدخلها بايده. والشخص المهندس ده بقى اليوزر اللي في الحكومه ده بيكونفيرم ان الداتا دي مظبوطه ويدوس سبميت. فده بيعمل ايه؟ بيزود البرودكتيفيتي جدا بتاعه الموظف ده. فبدل مثلا ما بيطلع الموظف الواحد مثلا 3 او 4 تراخيص بناء في اليوم، لا ممكن مثلا يطلع 20 30. وطبعا بقى ممكن يقللوا عدد الناس اللي شغاله والكلام ده كله. ف ويقللوا بوتل نكس بقى وكلام كتير من كده يعني. فالفكره هنا ان ده مثال، يعني ده مثال لحاجه مثلا يعني سكيل اي بتعملها، او ده مشروع انا شخصيا اشتغلت عليه. فمن ضمن الحاجات المهمه جدا وعلى فكره مش سكيل اي بس اللي بتعمل كده، يعني هتلاقي بقى كل الكونسلتنت الكبيره PwC ديلويت مش عارف ايه، كل الشركات الكبيره قوي دي يمكن سكيل اي بس عندها ايدج ان هي اي يعني اي اورينتد قوي. بس حتى كل الكونسلتنتس الكبيره دلوقتي بداوا يحاولوا ياخد طابع الاي ده، عشان البيزنس ده بقى كبير جدا دلوقتي، بالذات في الحكومات بقى وبالذات في الخليج وكده يعني. ف بس فهي الفكره ان هم عندهم بقى في حد بيقعد يسبوت اليوز كيسز المناسبه اللي الاي اي ينفع فيها، ويبدا انه يعمل بيها زي كيس كده بزنس كيس، وبعدها يبدا ان هو يجيبها للديزاينر وهي زي كانها بقى بزنس ريكوايرمنت دوكيمنت او حاجه، ويبدا الديزاينر ده يحط عليها استراتيجي. انا كان رايي ان الديزاينر هيبقى افضل في ان هو يسبوت الكيسز دي اصلا، لان هو لما البرودكت مانجمنت، طبعا البرودكت مانجمنت في سكيل وفي الشركات اللي من هذا النوعيه عموما يعني بتبقى انجينيرنج اورينتد قوي او بتبقى تكنيكال اورينتد اكتر. وبرضو هم المفروض ان هم بيبقوا شاطرين في الكوميونيكيشن مع الستيك هولدرز او مع الكلاينت بشكل تحديدا يعني. لكن هم اكشولي عندهم رول تاني، وانا اول مره كنت اكتشف الرول ده وعجبني جدا، اسمه انجيجمنت مانجر. يعني هم عندهم شخص مخصوص متخصص في الانجيجمنت مع الكلاينت، حد بقى طبعا حد بيبقى عربي يعني عشان الكلاينت عربي، وحد بيبقى بقى غالبا الجماعه ما شاء الله مثلا اللبنانيين والاردنيين والسوريين، الناس اللي هم لبقه شويه. فبيبقى حد شاطر في الهندله ولبق في الكلام وبيروح للعميل بنفسه وكده يعني، من الناس اللي هي بتلبس بدل شكلها حلو والكلام ده. فده اسمه انجيجمنت مانجر يعني، فده متخصص في الكوميونيكيشن يعني مع الكلاينت. فطبعا انا كنت شايف ان الديزاينر لو هو اللي بيشوف كل الوضع وهو اللي بيسبوت فين الاي ممكن يبقى مفيد، كان ممكن يبقى الكيس اقوى يعني. لكن هم يعني لسه الشركات الكبيره اللي زي كده بتحس ان الشخص اللي محتاج ينجيج مع الكلاينت في المراحل الاوليه لازم يبقى حد يعني حد بيزنس او حد يعني فاهمه، حد يكون ما يكونش ديزاينر يعني ما ينفعش الديزاينر هو اللي مثلا يروح ينجيج، بيبقوا عايزين حد يعني هم بيحسوا ان الديزاينر شويه، واكشلي ممكن تبقى حقيقه يعني مش دايما كل الديزاينرز بيبقوا فاهمين بزنس قوي، فبيخافوا ان الديزاينر مثلا يوعد العميل بحاجه او يقول حاجه او يحلم قوي او كده. فدايما البرودكت مانجر بيبقى عنده شويه جارد ريلز كده، اللي هو ده بروجكت في الاخر، وده له فلوس محدوده وده له تايم لاين محدود، فاحنا مش عايزين نشطح يعني. بيبقى دايما عنده ايه شيء من المانجمنت كده برضو للاكسبكتيشنز وللدنيا يعني. بس هو كان ايه آه، السؤال بقى عشان بص يا عبد الرحمن، انا كنت هسألك على حاجة. بس هو اول حاجة، لو ان ناتشل بس كده، لو هتشرح مثلا سكيل اي اي يعني انت قلت تقريبا هي بتعمل ايه، بس انت الانجيجمنت بتاعك مخصوص كان مثلا في قطر في البروجكت اللي هو في قطر ده. اه وانواع الفيتشرز اللي اشتغلت عليها ايه، اللي هي مثلا كانت اي اي اسيستد مثلا، هل هو اي اي اسيستنت ولا كان في فيتشرز اي اي باورد مثلا، فتقدر تكلمنا عنها، فحاجات زي كده يعني. انت عايزاني اشو كيس حاجه مثلا من الحاجات اللي عملتها لو يعني مثلا؟ تقدر، لو available وعندك موجودة، بليز دو. يعني احنا كلنا اه بنتعلم يعني، والله كل مرة بنعمل فيها حلقة عن كده انا اه نفسي بتعلم حاجات، فيا ريت اوكي. والله لو تقدر.
بصي، هو بتاع الفاير بيرميتس ده انا ما كملتش بتاع تصريح البناء ده ما اعرفش اشيره قوي، لان ده حاجه انترنال في اوكي. الحكومه. لكن في مشروع تاني عملته ده اصلا بابلشت يعني على حاجه يعني موجود عادي اونلاين، فده ممكن اخش في الكيس ستادي بتاعته. لكن لو كملت على المشروع بتاع اللي هو التصريح البناء، انا كنت عامل، هما كانوا 3 موديول، انا كنت شغال على موديول واحد منهم اسمه الفاير بيرميتس. اوكي. التصاريح البناء في جزء منها خاص بالاطفاء، بالفاير ديبارتمنت يعني. وبيبقى فيه بقى المواسير بتاعه الميه، وبيبقى فيه البامبس، والبامب فين والمواسير فين، وسيناريوز، حاجه اسمها موست ديماند، يعني حاجه تكنيكال شويه. وفي الاخر هم عندهم، احنا ما عملناش اي اسيستنت اللي هو تشات، احنا عملنا مهم. حاجه اسمها اي اسيستد ورك فلوز. مهم. الاي اسيست ورك فلوز ايه هي؟ اللي هو الرسم على اليمين وعلى الشمال في فورم بتتملي بالداتا اللي موجوده في الرسم. مهم. فاللي كان بيحصل ايه؟ ان الراجل كان بيدخل الحاجات دي مانيوال، دلوقتي احنا بقينا الاي اي بيقراها وبيليبل عليها وبيدخلها مم. اوتوماتيك. اوكي. واي حاجه مش كومبلاينت بيعلم عليها ان دي مش كومبلاينت. فاليوزر محتاج ان هو يبص على الحاجات دي ويتشيك ان هي فعلا مطابقه للي في الرسمه مهم. ويعلم عليها. انا حتى كنت عامل تحت خالص اللي هو كونفيرم، هم قالوا لي لا، ده لازم كل فيلد يبقى كونفيرم 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 يعني كده، اوكي. علشان طبعا موضوع الفاير ده كريتيكال شويه. وفي نفس الوقت فيكونفيرم ان كل حاجه صح، وفي نفس الوقت هو بقى الاي اي بيتشيك لوحده اذا كان بعد ما الحاجات دي تبقى صح، هل هي فعلا كومبلاينت بقى للكود ولا لا. دي هو مش مم. محتاج دبل تشيك عليها، دي سهله قوي وانس ان الداتا اللي مكتوبه صح دي. فده اسمه اي اسيستد ورك فلو، يعني هو ورك فلو عادي زي الورك فلو اللي احنا متعودين عليها، اللي هو تملى داتا وتدوس نيكست، تملى داتا وتدوس نيكست لغايه لما الورك فلو يخلص، ان هو مثلا الحاجه دي ابروفد او ديكلايند. بقى وده الورك فلو كان موجود اوريدي. الفرق انه بقى اي اسيستد، يعني بقى بس بيبقى بري فيلد بمعنى اصح، وبيقارن الداتا بالكومبلاينس كود اللي موجود. ولو قال لك ان ده مش كومبلاينت بتدوس، يعني بيقول لك مش كومبلاينت بايه بالظبط، فبتدوس بيفتح لك الحته اللي هي اللي هو مش كومبلاينت معاها يعني. اوكي. ويو ستيل يو كان اوفر رايد ان تقول له لا انت غلطان، ويعني تقدر يعني هيومن ان ذا لوب هاز فول كنترول يعني. ده الابلكيشن بتاع الفاير بيرميت. الابلكيشن التاني اللي اشتغلت عليه او بلاتفورم يعني، كان بلاتفورم اسمها كوادر، مشهوره جدا في قطر دي. الريكروتمنت، التوظيف الرسمي بتاع قطر. يعني اي حد عايز يشتغل في اي وظيفه حكوميه في قطر لازم ما عندوش حل غير ان هو يقدم على البلاتفورم ده الحاجه الحكوميه يعني. فكان مطلوب ان احنا كذا فلو جوه البلاتفورم ده يتحول الى اي اي فلو، يعني مم. يبقى مور امباورد باي. فانا هشير معاكم الكيس ستادي اللي انا طلعتها قريب اكشولي على البورتفوليو بتاعتي. انا هدوس شير، allow to share screen، ماشي، share the screen. احنا شايفين انا ما اعرفش، شايفين السكرين؟ اوكي. تيمز هو الشير ده. اوكي. اه كوادر اهو. اوكي. آه طيب، فالكوادر عباره عن ايه؟ عباره عن 3، طبعا أنا عامل ريسيرش في الاول وكده. هو عباره عن 3 موديولز، يعني مثلا دي كده صفحه من كوادر، عباره عن بروفايل كرييشن. البروفايل على الشمال، وعلى اليمين كان في تشات بيزد كده، بيقعد ان انت تتكلم تتشات معاه. بس دي سكرين تانية، دي مش الشات، بتقعد تتشات معاه. فيقول لك مثلا ايه بيرسونال، ايه الورك اكسبيرينس بتاعتك، فتبدا تقول له، فيقوم حاططها هنا، فتفضل تتريت عليها وبعدين تقول له نيكست وكده بتاع. فتشات بيزد عشان تعمل بروفايل. ده ناحيه الشخص اللي بيبني هيز بروفايل، الامبلويي يعني. انا لما جيت ما كانش عاجبني ان البروفايل كرييشن بيتعمل بالتشات، مم. يعني فكره التشات ما كنتش مقتنع بيها. لكن هم كان عندهم فكره شويه، يعني هو برضو للاسف في الشركات دي بيبقى فيه برضو فكره انك ترضي العميل قوي، خصوصا مم. العميل ده بيبقى حد بقى هاي رانك في حكومه في بتاع. فاللي بس. هو ايه، انتوا عارفين يعني الكلام ده. ف فطبعا بيبقوا عايزين يظهروا قوي جانب الاي اي، مم. حتى لو ما فيهوش فاليو قوي. فايه كده، لا تشات، لازم يبقى تشات يعني. مم. فانا قعدت تقريبا 8 شهور تقريبا بقاوم التشات انترفيس. ف... ف... وعملت اناليسز هنا لو شفتوها، عباره عن ان احنا عندنا كام فيلد
في البروفايل ده. اصلا يعني البروفايل كرييشن ده كان موجود قبل كده از فورم عاديه جدا، زي مثلا لما تيجي تملى اي فورم بتاع التوظيف او كده، فورم طويله شويه، وحتى ممكن يقسموها ستيبس كده وتبقى ستيبر كده يعني، وتدخل فيها الداتا عادي مانيوالي او تابلود فايلز او كده، وفي الاخر تعملها يعني تسبميت يعني. فهم عملوا ايه؟ عملوا الشات ده بدل فاكشولي الفورم اصلا انا كنت حاسس انها الطف. ليه بقى؟ لان انت اصلا معظم الداتا فاكتشوال داتا. فاكتشوال داتا يعني فاكتس. صح. يعني يا اما مثلا انت مثلا اشتغلت في الشركه اللي اسمها اكس من تاريخ كذا لتاريخ كذا، فدي فاكتس. الفاكتس دي ممكن تبقى نمبرز، ممكن تبقى ديتس، او كمان في كتير لوك ابس. لوك ابس اللي هي دروب داون. يعني مثلا الشركات ممكن تبقى في لوك اب معين، في دروب داون معين. فانت اصلا لو كتبتها في الشات هو بيقعد يقارنها بالحاجات اللي موجوده في اللوك اب او في الدروب داون دي. فانا اللي عملته، وده اللي انا بحاول يعني اقوله لكم او نتعلمه مع بعض، ان انت يعني عشان تبوش باك على حاجه you need to provide a very comprehensive research. يعني انت محتاج ريسيرش قوي، ومحتاج تبيلد اب يور كيس ان واي ان انت ان ده مش مناسب وان الاحسن حاجه تانية. فبدات ان انا اعمل اناليسيس طبعا بالاي اي. طبعا عملت اناليسيز. انا نسيت على فكره ان احنا حاسين بتاعنا اي اي فيرست اصلا. انا بتكلم عادي. وعلى فكره انا مش يعني مش مع كلمه اي اي فيرست ديزاينر دي قوي يعني. ما اعرفش بقى، معلش بقى يا اميره، بس يعني مش عايز اضرب لك البراند بتاعت بس كلمه اي اي فيرست ديزاينر انا مش معاها قوي. انا شايف ان احنا وي ار ديزاينرز عادي زي ما احنا بقى لنا 100 سنه، والاي اي از جاست ا تول. وانا لما دخلت سكيل اي اي كمان، وكنت بقى ايه عمال اقول لهم انا بستخدم الاي اي وبستخدم كل حاجه اي اي وبعمل كل حاجه بالاي اي وبسرعه وبتاع، ومتخيل ان هم كده هيحبوني يعني، مع انهم هم شركه الاي اي يعني تعتبر. فوجئت ان لا، على فكره يعني كانوا دايما مثلا ايه اعمل ريسيرش بالاي اي فيقولوا لي هو الداتا دي انت متاكد منها؟ طب هو ايه الريفرنسز؟ مره والله قاعد معايا برودكت مانجر اللي هو ما شاء الله برضو اصغر مني ب 10 سنين ولا حاجه، وعلمني حاجه يعني انا اتعلمت منه كويس جدا يعني. كان حد شاطر جدا بصراحه يعني. وقال لي وريني الريسيرش اللي انت عامله. الريسيرش اهو. طب انت ايه الريفرنسز؟ فانا قمت سائل شات جي بي تي. كنت ساعتها بنستخدم ديب ريسيرش بتاع شات جي بي تي، كان لسه طالع بقى، كان حاجه جباره يعني. دلوقتي بستخدم كلود. فسالت شات جي بي تي نفسه هو ايه الريفرنسز، فطلع لي 5 6 ريفرنسز. فبعت له بقى ريفرنسز وانا مبسوط بقى يعني، انا جامد جدا. فقال لي طيب بص الريفرنس الاولاني ده، بص خش اقرا الريفرنس الاولاني ده، اقرا الباراجراف ده. فدخلت قريته. فقال لي بص هو الاي اي كاتبه بره، كاتب فهم منه ايه. فالاي اي ساعات بياخد الامور بسطحيه كبيره، وبيطلع لك داتا ويقول لك الريفرنس بتاعها اهو، بس اكشولي لو دخلت وقريت الريفرنس ممكن تلاقي ان هو الكونتكست مختلف، او هو كان يقصد حاجه تانية، او الاي اي ترجمها بطريقه تانية. فانت اكشولي لو الريسيرش الاي اي هيبوست الريسيرش بشكل كبير جدا، بس يو نيد تو بي يعني اتس ريسك. يعني سرعه الاي اي ريسك. انت ممكن يعني زي اللي بيضرب صاروخ كده، لو تحول بنسبه بسيطه جدا في الضربه ممكن يروح في حته تانية خالص. فانت محتاج ان انت لو هتستخدم لازم طبعا تستخدم الاي اي. مش لو انت كده كده لازم تستخدم الاي اي، بس يو نيد تو تشيك الداتا اللي طالعه، ونيد تو تشيك كويس، ونيد تو ان انت تقول له لا دي غلط، ولا طب دي جبتها منين؟ تقول للاي اي كده انت جبت دي منين؟ طب وانت دي والموضوع ده لا مش وتلاقيه بيقول لك ايه ده صح، ده انت معاك حق، ده انا المفروض، وتلاقيه عاد لك الموضوع كله تاني. فيو نيد تو جو ديبر مع الاي اي. انا كنت لسه عامل ارتكل، كنت حتى مشيرها لسه مع اميره، اللي هي اسمها AI is fast depth is slow. يعني الاي اي سطحي وسريع، فانت ممكن تطلع حاجات سطحيه سريعه وشكلها مبهر، بس اكشولي ما فيهاش فاليو. يعني فاهمين قصدي ازاي؟ فالسينيور بقى هو اللي بيتريت مع الاي اي وبيجو ديب مع الاي اي. وانا كنت حتى برضه عامل بوست قريب اللي هو خلي الاي اي يفكر معاك مش يفكر لك. احنا بقينا خلينا الاي اي يفكر لنا، والاي اي مش بيطلع افكار كويسه. الاي اي بيطلع الافكار الواضحه. فانا اول حاجه كتبتها هنا ايه، ان الاي اي بيجيب الاوبفيوس انسرز، والاوبفيوس انسرز
is almost never the right one. يعني الاجابه اللي هي مش القفص دي، اللي هي الكومن، اللي هي عارف انت لما تقعد مع عميل وتقول له انت ليه، انت مثلا حاسس ايه اللي ممكن يحل لنا مشكله فلانيه، يقول لك دي سهله قوي كذا كذا كذا. واول لما تعمل ريسيرش بسيط جدا تكتشف ان لا، ده الموضوع حاجه تانية خالص. هو الاي اي كده بالظبط، عامل زي العميل اللي هو بيقوم مطلع لك اول حاجه في الدماغ، ودي طبعا مش هي الحاجه الحقيقيه خالص، والموضوع اعمق من كده بكتير. فنوت جو ديبر انا آه، دخلت من موضوع لموضوع عبد لموضوع، الرحمن، صح؟ اتس اوكي حد اتس اوكي. يرجعني. انا انا هظبط. طب دلوقتي انت قلت التشالنج تمام، وقلت الحاجات اللي انت عملتها، الاكشنز بتاعتك تمام. ايه ريزلت بقى يعني بعد ان اه انت كنت بتحاول ان انت تتشالنج الريكويرمنتس وتتشالنج الاسامبشنز اللي هم عاملينها وكده، وحاولت ان انت يعني جبت ما شاء الله ريسيرش بيزد انفورميشن وداتا، داتا وفاكتشوال داتا وكده، وقلت لهم ان ده مثلا مش احسن حاجه للريكويرمنتس دي. ايه اللي حصل؟ هل في الاخر فعلا قدروا يغيروا برضو رايهم، ولا الموضوع كان صعب؟ لا، غيروه بالتدريج، بس يعني خليني اقول لك برضه الريسيرش ده كان ايه. الريسيرش ده اوكي. كان في كام فيلد اذا فري تكست، زي مثلا الجوب ريسبونسبيلتيز او كده، وفي كام فيلد كان لوك ابس واريز، وفي كام فيلد كان نمبرز وديتس وكده. مم. وبعدين حسبت بقى بالفاليو او الويت بتاع، يعني دي طبعا البرسنتج من العدد عادي، ودي بقى بالويت. يعني الفري تكست مثلا 14%، بس الويت بتاعها اعلى من ال 14%، لان طبعا كنت متاكد ان البروجكت مانجر معايا هيقول لي هم عددهم قليل بس قيمتهم كبيره، مم. وده حقيقي، بس ستيل قيمتهم. ده ايفالويشن معمول بكلود، يعني طيب. مش اللي هو، لكن ستيل كان وجيه يعني الى حد كبير، وبدأ ان هو ايه ده، طب ما نفكر في الموضوع. فبعد ما كان الموضوع تشات 100% بالطريقه دي، بس في هنا تشات بوكس، مهم. مهم. بدأنا نوصل لميدل جراوند، ان طب لما يوصل لحاجه فاكتشوال قوي، يعني مثلا بروفيشنال سامري دي عادي خلاص ممكن يكتبها بالشات عادي، لكن لما يوصل لحاجه فيها فاكتس كتير، الاديوكيشن مثلا، الاديوكيشن كليه ايه، هو في دروب داون من سنه مم. كام لسنه كام، لوكيشن ايه بتاع. فلما يوصل لده يقوم يقلب حاجه اسمها ان شات فورم. مم. مم. يعني مثلا ده الورك اكسبيرينس، ايه الجوب تايتل، ايه الكومباني، ايه كذا، كل الحاجات دي يعني احنا ريكوايرد ان هي تبقى لوك ابس، ما عندناش اوبشن ان احنا نخليها فري تكست. الجوب تايتل لازم يجي من لوك اب محدد، مش مفتوح. فطب خلاص خليها بقى لوك ابس على طول يعني. فعملنا الحاجه، عملنا الان شات فورم دي، فبقت مور كونفينينت شويه عن ان كله يبقى شات شات شات، وفي الاخر هو بيقعد يقارن باللوك اب اللي موجود. مم. فدي حاجه. خصوصا انا في حاجتين في حياتي مش مقتنع بيهم. الفويس كوماندز انا مش مقتنع بيها. انتوا لو شفتوها في العربيات، لو شفتوها بتاع، يعني مضحكه، ما محتاجه تبقى فيري فيري فلوينت بقى عشان تبقى افكتيف. الحاجه التانيه موضوع الشات ده، يعني فكره ان انا اكلم اي بالشات واقعد اقول له اعمل لي وما تعمليش وبتاع، طب يعني ما هو الانترفيس بتبقى مور انتيوتيف دايما. التاتش انترفيسز اللي عندنا، ان انا ادوس في مكان الحاجه، الدايركت مانيبيوليشن للحاجات دايما بيبقى ماتش مور انتيوتيف، يعني ان انا اقعد اكتب كلام واقعد اكتب تكست يعني، وبيبقى ماتش مور اكيوريت كمان. فانا مع الانترفيسز الادابتيف انترفيسز اللي بتخليك اللي بتظهر لك مثلا الزرار اكبر اللي انت محتاج تدوس عليه، او بترنكلك الحاجات الاقرب ليك او فوق اللي ممكن موست بروبلي انت محتاجها، او انا مع استخدام الاي اي في السكه دي اكتر. انا مش مع ان الاي اي في اي ابلكيشن يبقى بيقول انا الاي اي اهو، يعني الاي اي هنا وده الابلكيشن وده الاي اي. يعني ممكن نعمل ده كاستمر سبورت، ممكن نعمل ده حاجه، بس ما يبقاش ده الفانكشناليتي كده. فاهمين قصدي بص، انا ازاي؟ انا عاجبني، هقول لك حاجه، انا عاجبني تدريج يعني على الاقل تدريج الموضوع شويه ليهم، بحيث ان هو فعلا ما يبقاش فولي تشات. وانا بصراحه اي فولي سبورت يعني honestly يعني your assumption، ويعني السنس امم. بتاعك في الحته دي، انا كمان انا aligned معاك جدا فيها. انا كنت من ناحيتي، يعني انا كنت احب ايه بقى، يعني انا لو كيوزر ومستخدمه لحاجه زي كده، انا كنت احب اكشلي ان هو يحسن لي البروفايل بتاعي. يعني امم. يريكومند ليا مثلا احط ايه طيب في الديسكريبشن او الجوب بريفرنسز. طب انا مثلا بيزد اون ماي سكيلز مثلا، ايه الجوب بريفرنسز بتاعتي؟ ساعات ما مثلا ما بقاش حابه حاجه يعني، او مش واضح ليا قوي البريفرنسز بتاعتي، فممكن يسجست. كان امم. ممكن مثلا
الفويس انا عارفه. بص انت ما شاء الله جبت كام بوينت كده ورا بعض. الفويس اه. اكشلي هي انا هقول لك هي ممكن تبقى على حسب اليوز كيس بتاعتها. يعني مثلا امم. لو احنا بنتكلم في مش ضروري في البروجكت ده، ولكن مثلا لو انت بتتكلم في الفويس عامه في الاي اي، ممكن هي مفيدة جدا للأطفال واللي امم. مش بيعرفوا يكتبوا بسرعة وكده، ومفيدة جدا لناس 60 سنة فيما فوق. امم. بيبقى اسهل عليهم الفويس انترفيس اكتر من الشات انترفيس. امم. في بعض اليوز كيسز كمان ممكن تنفع، مش كلها حاضره في بالي قوي، ولكن كتير قوي اسمعها ان the future of interfaces is going to be voice. ان انت هتبقى امم. اصلا انا معاك ان في حاجات لازم تبقى adaptive، especially الحكومات، especially الحاجات اللي فيها regulations عاليه، especially الحاجات دي. ولكن في برودكتس مثلا معينه بتبقى سيملess، يعني عايزين يعملوها سيملess امم. enough لدرجه ان الانترفيسز ما تتدخلش في الموضوع. انا مني بقى للاي اي فاتكلم فاقول له فهو اوتوميت فيعمل ويروح ويجي ويرجع لي بريزلت. بس امم. فده بس سريعا عن الموضوع ده. احنا حلو، لسه حلو جدا، حلو. اه حد يعني عنده حد عنده يعني يا جماعة، حد عنده أي بوينتس حابب، أو يعني بليز انتربت، يعني لو حد عايز يرفع إيده ويشارك في الدiscussion، يعني في النقطة دي. حد مر بحاجة زي كده؟ شفتوا يعني الحاجات اللي عبد الرحمن ما شاء الله عملها شوكيسنج، الحاجات دي كلها رائعة بصراحة. حد حابب يقول حاجة، يقاد experience حاجات بشكل مختلف؟ فاروق اتفضل. مساء الفل يا باشمهندس. مساء الخير. انا كنت حابب ارجع بس يعني خطوه لورا لما كنت حضرتك بتتكلم عن الديب ريسيرش والريزلت اللي طلعت. يعني انا حتى امم. كتبت يعني التفكير بتاعي هنا في الحته دي، ان انا حتى مريت بالتجربه دي كذا مره، وكانت الريزلت بتطلع معايا مش اكوريت. بس امم. لما ابتديت ان انا اهتم اكتر بالبرومبت اللي انا بكتبه والكونتكست اللي بديه للاي اي، ولو في اي رولز هحطها له، ستوب كونديشنز هيقف عندها، ابتدى الموضوع يطلع معايا يعني اكيوريت. وابتدى الاتريشنز اللي انا يعني بعملها مع الاي اي ابتدت ان هي تقل. امم. يعني فاعتقد ان الحته دي مهمه من البدايه، ان انا من البدايه وانا بتكلم مع الاي اي، لو اديته الكونتكست الكافي للكيس بتاعتي، اعتقد ان الريزلت هتبقى اكيوريت اكتر، وهتقلل معايا الاتريشنز، وبالتالي ابقى اسرع مع الاي اي. امم. ده كلام سليم جدا، بس هتخلي بالك من نقطة مهمة قوي، ان ال AI بيبقى biased. يعني الكونتكست اللي انت هتديهوله ممكن يكون في ريحة intention، انت عايز النتيجة تطلع ايه، او انت شايف ان الصح ايه. فلو البايس ده موجود في الكونتكست اللي انت اديتهوله، ال AI هيبقى ميال ان هو يطلع لك النتيجة اللي انت عاجباك، اللي انت عايزها. وده مهم. اكشولي اصلا هيومن بيهيفير. يعني احنا اصلا كبيهيفيرز، انا النهارده عايز اعمل يوزر ريسيرش عشان اثبت حاجه انا اصلا مقتنع بالحاجه دي. فغالبا اليوزر ريسيرش هيثبت الحاجه اللي انا اصلا مقتنع بيها، لان انا عايز ده. فانا هميل يعني فاهم، هبقى بايظ شويه عشان مهم. اخلي اللي شفته اهو قال، فاهم ازاي؟ حتى ولو مش بشكل فج يعني، بس بنسبه ما يعني. ف... فدي برضو something. فانت محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج ان انت لما يطلع لك ريسيرش، اولا اطلب منه فاكتس اكتر، اطلب منه ارقام وحاجات عشان غالبا مش هيعرف يكذب فيها اكتر. sources. ثانيا السورسز اللي بتطلع اقراها، او على مهم. الاقل يعني مش لازم تقراها بالكامل، بس على الاقل يعني اقرا سكان فيها شويه، ممكن تقرا منها واحده والباقي سكان. يعني حاول تقرا، لو قدرت تقراها كلها طبعا افضل. مهم. لان اولا انت هتطلع بانسايتس اكتر من اللي هو مديها لك. ثانيا هتلاقي ان في حاجات في السورسز هو الاي اي ممكن يكون مش فاهمها صح، او مش جايبها صح، او جايبها اوت اوف كونتكست، فانت مهم. هتفهمها منه صح، غلط قصدي. فدي كل دي مشاكل يعني، محتاج تاخد بالك منها. الحاجه التانيه، ان الاي اي برضو مفيد جدا في ان هو يعمل لك اقتراحات اسئله لليوزر انترفيوز مثلا. مهم. بس انت محتاج تعمل يوزر انترفيوز فيس تو فيس مع اليوزرز، لان الاي اي مش بيفهم الايموشنز، ومش هيفهم تردد واحد قبل ما يجاوب على اجابه انت قلتها، ومش هيفهم ان واحد مش باصص لك في عينيك وهو بيقول حاجه، او ان هو فاهم قصدي. احنا مهم. هنفهم تعبيرات، احنا التريند، الناس اللي اشتغلوا كتير في اليوزر انترفيوينج هيفهموا حاجات ممكن حتى ما يعرفوش يكتبوها في كلام بعد كده،
بس وهو بيديزاين هيبقى يعني في امباثي بتتنقل، صحيح. وانت بتعمل يوزر انترفيو. دي الاي اي دي مش في الرادار بتاع الاي اي، وهي دي اكشولي الاهم، واللي اكشولي الناس بتاخد عليها ديسيجنز، وهي دي اللي بتفرق بين برودكت وبرودكت. يعني دي نقطه جوهريه جدا. فدي مش موجود، دي انت لازم تعمل ده يعني انا اكشولي انا سبت سكيل اي من في اخر فبراير. عملت كذا انترفيو بعدها في شركات الحمد لله كبيره جدا، منهم شركه كده برضو في الاي اي وجامده جدا وبتاع، حاجه شبه سكيل. وعديت في كل الانترفيوهات وبتاع، وجيت في اخر انترفيو ما كنتش مركز قوي على حته اليوزر ريسيرش، يعني كنت لسه برضو اللي هو ايه، وكل حاجه بتتعمل بالاي اي ومش عارف ايه وبتاع. فاكشولي ده بوظ لي الانترفيو كله، يعني اللي هو ان هم ما حسوش مني ان انا عندي امباثي كفايه مع ان هم شركه اي اي، ولو دخلت بقى على السايت بتاعهم هتلاقي كل حاجه بنعملها بالاي اي ومش عارف ايه وبتاع. بس اكشولي لا، يعني اكشولي ممكن الكلام ده لو الحد جونيور شويه او ميد ليفل او بتاع يطلع نتائج حلوه بالاي اي ويطلع يو اي حلو وبتاع، والكلام ده حلو تو ان اكستنت يعني لحد ما. لكن اكشولي if you are more senior يعني انت محتاج تعمل يعني جزء كبير من الشغل. الاي اي هيساعدك جدا وهيخليك much more productive. بس يعني انت اصلا التوجه اللي انت يعني انا بتعامل مع كلود كتير قوي الفتره اللي فاتت. فهو الكلود كان بقى بيبوش باك، فانت في حاجات هو بيقول لك عليها فانت بتسمعها، وفي حاجات لا بتبوش باك فيها، وفي اسئله بيديها لك، فانت في الاخر انت اللي وجهته. يعني هو ممكن يقول لك على حاجات ما كنتش واخد بالك منها، فتقول له اه صح، دي مهمه. ايوه. يعني احنا في برونو مثلا لو كتبت برومبت بلاقي حاجات في الانترفيس طلعت ما جاتش على بالي اصلا، اللي هو كارت مثلا كده في كي بي اي معين، او في ابديت مش عارف ايه ما انا ما جاش في بالي اصلا ان انا يعني لو كنت انا عملت ده ما كنتش هاخد بالي مثلا ان انا اعمل الكومبوننت ده مثلا. فهو بيوريك حاجات انت يمكن ما كنتش واخد بالك منها، بس انت الديسيجنز كلها في الاخر بتاعتك انت اللي هو وراك حاجات وما وراكش حاجات وانت قلت له على انستراكشنز معينه. في الاخر التفكير بتاعك انت مش بتاعه، هو انت اللي فكرت، هو ساعدك قوي بس انت اللي قررت وفكرت. عبد الرحمن، عندي سؤال في البورد اللي انت فاتحها دلوقتي. انت واضح ان انت اقترحت عليهم كذا فيتشر او كذا حاجة. اه، حاسس الادوبشن بتاع الفيتشرز اللي انت اقترحتها كان عامل ازاي؟ ما هو انا هنا كنت بوريكوا حته ان انت يو نيد تو فريم البروبلمز كويس الاول. مم. يعني والله ده كان اوديت على ديزايني انا الاولاني، اللي هو كان تشات بس في الاول. مهم. فانا بدات ان انا ده هو حته البوت، وده حته المانيوال ريفيو، وده حته. فانا بدات ان انا وده حته اللي هو الاي اي بنفيت من كل سيكشن، ان مش كل البنفيتس يعني يوزنج او بينيفيشال من الاي اي، مش مستفيدين من الاي اي قوي. فبدات ان انا احط البروبلمز وبدات ان انا في الناحيه الثانيه، قبل ما حتى ما اقول لكم عملت ايه في الناحيه الثانيه، انا كتبت هنا حاجه عشان كان عندي صعوبه مع التعامل مع بروجكت مانجرز. عشان دايما البروجكت مانجرز لما تعرض عليهم فكره هو بيبقى خايف ان انت يعني مثلا العميل عايز تشات، فانت بتقول له احنا مش عايزين نعمل تشات، فهو ما صدق انه اقنع العميل مثلا بانتراكشن موديل معين. مهم. فانت بتقول له لا على فكره الشات مش احسن حاجه فهو بيقعد يقنعك لا الشات احسن حاجه، مش عشان هو مقتنع، علشان هو مش مستعد يرجع للكلاينت وبتاع، والكلاينت يقول له لا طب ليه؟ ما احنا هو ده عندنا اللي باعوه ديدلاينز وعندنا هو ده اللي بتاع. باعوه هو ده اللي باعوه بس هي الفكرة كلها، ما هو اه الشات ممكن يبقى موجود، بس ايه هي الفيتشرز برضو اللي جوه الشات يعني؟ ال الديتيلز، الحاجات دي كلها. ما هو الشات ده ممكن يبقى حاجات كتير، ممكن يريكومند، ممكن زي ما انت قلت يبقى ادابتيف، ممكن يسابورت، ممكن يعني ايه دور الشات، فاهم؟ انا عاجبني برضو اللي انت حاطه اه ده. what's ideal what's going to be applied. بس انا بضرب مثال، يعني اي حاجه انت عايز تبوش باك مع برودكت مانجر هو بيبقى اوريدي. طب وليه يا عم انت عايز تقلب الدنيا مم. ليه؟ ما احنا اوريدي ده احنا اوريدي بدانا امبلمنتيشن وما صدقنا ايوه. العميل اقتنع. فانا بدات اكلمهم في ايه، ان نفرقوا ما بين ايه اللي احنا شايفينه صح مم. وايه اللي احنا هنطبقه دلوقتي. اوكي. فمش معنى يعني ما تقعدش تقول لي لا ده وحش وده غلط، مم. علشان يعني انت بتخلط ما بين ان انت مقتنع او لا، وما بين ان انت عايزين نعمل ده ولا لا، او هنقدر نعمل ده ولا لا. حلوه اللقطه دي. فوالله قول لي حلو. ده حلو، وده نفعني جدا في ايه،
طب خلاص ماشي ده حلو بس مش هنعمله دلوقتي. ماشي يا عم ما قلتلكش اعمله دلوقتي، انا دلوقتي هعمل لك اللي انت عايزه عشان احنا عندنا ديدلاين الاسبوع الجاي ولا كمان اسبوعين، هعمل لك اللي ده دلوقتي. لكن لو في iteration جاي، لو في ريليز جاي، لو في طب ما نبدا نبوش. فخلينا نحدد ايه اللي احنا شايفينه صح ومثالي، وايه اللي احنا عايزين نديليفره دلوقتي. دي حاجه ودي حاجه، ما نخلطش بينهم. انا ما عنديش مشكله ان انا اديليفر اللي انت عايزه دلوقتي، لان هو دايما بيتخض. ايه ده انت يعني انت مش هتعمل إيه؟ يا عم هعمله والله، بس يعني انا شايف حاجه تانية ممكن نبقى نطبقها وقت ما تسمح الفرصه. فيبدا ايه يسمع شويه. فدي الحته دي. فانا بدات ان انا افريم السوليوشنز، ان احنا ممكن مثلا نعمل كذا كذا. دي الحته اللي انا كنت عايز اوريها لكم بقى، ان كانت من احد السوليوشنز اللي هو ايه، خليها فورم. يعني زي ما اميره كانت بتقول دلوقتي، طب ما ممكن الاي اي يفيدنا في حاجه بس ما تبقاش شات، فخليها فورم وكل حاجه. بس الفورم الشات يطلع لك، الاي اي يطلع لك هنا انه والله لا ده انت مثلا انت محتاج تقلل الامباكت في انت مثلا ما عملتوش، ويديك تيبس. فلا دي كده دي كده انت كده مثلا مش حاطط معلومات كفايه. طبعا احمر برتقاني اخضر، اللي هو ده تمام ده كذا، ويديك كومنت. فدي ممكن تبقى طريقه. هنا مثلا كنت عامل تاجز كده، اللي هو يعني والله الحاجه هنا ناقصه مترك، ناقصه ايه التول. انت ما قلتش ايه التول اللي انت استخدمتها، ما قلتش ايه الاوت كام اللي طلع. فيطلع لك ايه زي تاجز كده بتفكرك وانت بتكتب ايه اللي انت محتاج تكتبه. وطبعا كان في طبعا اول حاجه جت في دماغنا اللي هو بتدوس على زرار يقوم كاتبه لك. بس البروجكت مانجر كان وانا كنت متفق معاه، يعني كان معارض الفكره دي، لان هو بيبقى عايز اناف كونتكست الاول يبقى موجود علشان الاي اي يطلع داتا ريليفنت. لكن لو انت قلت له طلع حاجه ومفيش كونتكست هيقول اي كلام. فهو كان رايه ان احنا بعد ما الكلام يتكتب ممكن يبقى في زرار ريجنريت باي اي اي او كده، مش قبلها. اهو الزرار اهو، اللي هو خلاص انا كتبت الاكشن وكتبت الصف عمل لك عليهم صح صح صح. وهنا يو كان ايه بولش وذ اي اي لو عايز، والاي اي اسسمنت طالع هو بيقول لك تمام الكلام ده كويس. فده كان احد الاقتراحات برضه. الاقتراح بقى النهائي اللي احنا وصلنا له في موضوع كوادر ده بعد الانشاء، يعني احنا اللي حصل الاقتراح اللي انا قلته دلوقتي ده ما حصلش. اللي حصل كان الشات، وبعدين الان شات فورم، وبعدين اخر حاجه عملنا حاجه اسمها اجنتك فورمز. دي كانت الانتصار بقى. دي حتى عملوا عليها وايت بيبر في سكيل بعد كده، وكانوا عايزين يعمموها في كل الحاجات. الاجنتك فورمز دي يعني ايه؟ يعني فورم عاديه جدا لكن بتبدا بسكشن، هي اكورديونز كده. المور ويت، المور يعني المعلومات اللي اقصر وويتها اعلى في الاول، زي مثلا الجوب تايتل، السينيورتي، الديبارتمنت اللي هو يبقى فيها برايفت ولا بابليك مش عارف ايه. فخلاص هتبدا فبعدها هيظهر لك سيكشنز هتبقى بري فيلد ماتش مور اكوريتلي بالداتا اللي انت قصاد الداتا اللي انت حطيتها قبل كده. فهتملى السيكشن التاني، فالسيكشن التالت هيبقى ماتش مور انفورد باي اكتر كمان، وهكذا وانت نازل بقى لتحت. ودي سموها اجنتك فورمز، والتسميه دي كانت بتاعت البروجكت مانجر. يعني بصراحه ده مش شغلي انا لوحدي، ده شغل انا والبروجكت مانجر اللي كان معايا. فمثلا فورم في الاول، وبعدين دي مثلا التيم كلتشر، وبيطلع لك الداتا الحاجات دي. ومنها يعني هو بيطلع اللي موجود ايه والسلكتد ايه، وانت طبعا تقدر تدوس تغير السلكتد او تقول له اد اديشنال او سجست اديشنال او كده. وهنا بيطلع لك مثلا الوركينج ستايل، فبيطلع لك الحاجات وايه يعني الاي اي بيطلع البيز نفسه وبيطلع ايه اللي سلكتد. وبعدين يمكن بقى ان انت تغير السلكشن او كذا. فانت بتمشي سيكشن سيكشن سيكشن، بعد شويه بتلاقي الاي اي بقى از ماتش مور اكوريت. لما تيجي بقى مثلا توصل للكي ريسبونسابيلتيز بقى ماتش مور اكوريت، لما توصل تحت كمان يبقى اكوريت اكتر، وهكذا. يعني انت كل ما بتدي له كونتكست وينقل من سيكشن للسيكشن اللي بعده، بياخد كل الكونتنت اللي قبليه، الكونتكست اللي قبليه، وينفورم بيه السيكشن الجديد، وهكذا بقى طول ما انت نازل لتحت. فطبعا ده ايه ده الماتريكس اللي كنا شغالين عليها كومبليشن ريت، ان الناس تكمل اصلا. والمترك الثاني اللي كان مهم قوي الريتشنس بتاع الداتا والريليفنسي بتاع الداتا. لان الناس ممكن تحط اي داتا وتدوس نكست 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 وخلاص، لكن انا عايز الناس تجبر على ان هي تحط داتا ريليفنت. لدرجه ان البروجكت مانجر كان عايز يعمل زي بلوكينج، كان بلوكينج احمر كده، لو الحاجات اللي هو حاططها مش ريتش انف تخليه ما يعرفش يدوس نكست. فانا كنت ببوش باك على ده، ان ده
مش يعني هيقلل قوي الكومبليشن ريت. فاحنا مش محتاجين، يعني مش عايزين نبلوك، بس عايزين ننفورم الناس ان يعني يو بيتر يطلع له اي تول او حاجه تقول له لا احسن، اختار الحاجات اللي ما اخترتهاش، احسن كذا احسن. فده كان البروسيس بتاعت البروجكت بتاع كوادر ده، من تشات عادي جدا. لو وريتكم الشات انترفيس الاولانيه، لا مش ظاهره هنا اللي ظاهر الانشات فورم برضه. انا عندي ظاهره هنا اهي. اتفضلي. هو ايه اللي تشالنج عبد الرحمن عامة المشاريع مش يعني موضوع البرودكتس اللي ليها دعوة بالتوظيف والحاجات دي كلها، عشان انا شفت حاجات كتير مشابهة بصراحة في الاثنين، في مم. امريكا الشمالية وفي العالم العربي. وانا مم. وانا مليت على فكرة انفورميشن في الاثنين. مم. ليه امريكا دايما يعني او كندا او ايا ممكن اوروبا كتير يقول لك ابلاي وذ لينكدين ويسهلوا على الناس مم. ويأوتوميتوا ويبريفيل الانفورميشن بتاعتك وكده؟ ايه البلوكر يعني؟ ايه البلوك؟ ما انا اصلا معظم معلوماتي على لينكدين، وعادة بتبقى مور ابديتد كمان عن الريزومي. انت شايف ايه في الموضوع ده؟ انت معاكي حق 100%، بس الكيس بتاعت كوادر دي بالذات كانت حاجه حكوميه، امم. ففي داتا لازم تحطها، وفي اي دوكيومنتس لازم ترفعها. امم. فالبيهيفير اللي كان حاصل ايه، ان الناس بتحط وخلاص اي حاجه عشان تعدي. ما هو فعلا، بس الواحد بيبقى عايز يبريفيل الانفورميشن. يعني انا لو عندي ريزومي ممكن يحط داتا مبدئيه ويكمل عليها، او حط مثلا يكسبورت الحاجات الداتا اللي من لينكدين ويكمل عليها. فانا بس ما هو مم. ده بيسهل عمليه الكومبليشن ريت كمان اسرع، ومع الاي اي طبعا يعني برضو ياسست، وبرضو يعدل، وبرضو يعمل وكل حاجه، ويفلاج الحاجات الميسنج. طب انت شكله مش ابديتد، طب بصي على الحته دي، طب دي ممكن تتحسن. فانا عايزاه مم. يسبورتني، مش يبلوكني. فانا بس مش ببقى يقرفني. مستغربه. ايوه بالظبط. ومليت برضه على فكره والله. انفورميشن مواقع سعوديه وكده، والله مش قادره اه يعني البيجز 4 صفح وكده. يا جماعه ليه يعني؟ مش قادره اكمل البروفايل. فين؟ بصي، هو في منتاليتي كده عند بعض الشركات. يعني هتلاقي شركات كبيره بقى، لو دخلت في شركات اللي هي الرخمه، يعني مثلا IBM بقى والشركات دي، هتلاقيهم بيعملوا كده عن قصد، علشان هو عايز يفلتر الناس اللي هي مركزه وعايزه تملى الفورم كلها وتصبر انا اه. بحس الله اعلم، ما اعرفش، ده اسامبشن من عندي يعني، بس انا بتوقع ان هم بيعملوا ده بقصد احيانا يعني. امم. لان خلي بالك، اصل اي حد النهارده، اي شركه، ده اي شركه صغيره، مش هقول لك بقى IBM ولا مايكروسوفت ولا بتاع، لو عملت بوست بيجي لها مئات الابلكيشن، فما بالك بقى لو ابل او مايكروسوفت او ما اعرفش، او شركه كبيره امم. عملت بوست اعلان بيجي لها كام بوست. صح. فهو بالنسبه له يا عم صعب الفورم، خلي بدل ما يجي لنا 100 10000 بوست ولا 20000 ابلكيشن، يعني خليهم يبقوا 1000 بدل ما يبقوا 20. فاهم ازاي؟ وارد، فهو وارد مش جدا. هو واسامبشن بالنسبه له مش اسامبشن مهتم. ممكن تبقى فاليد اه مظبوط. الماتريكس، اخر سؤال عندي بالنسبه للماتريكس بتاعت كوادر. انتوا ازاي قدرتوا تقيسوا بقى زي انت ما شاء الله شكل انت منشن شويه حاجات، الكومبليشن ريت، السكسس ريت، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. واضح ان في حاجات ليها علاقه بالاناليتكس. هل في حاجات كان كمان ليها دعوه بالريسيرش بيزد او يوزابيليتي مثلا تيستنج او حاجات زي كده، ولا الموضوع برضو كان صعب معاهم شويه؟ ما هو completion rate بيindicate اليوزابيلتي الى حد كبير. هي على الناس لو حسب معمول كملت ازاي. تمام. يعني ده اليوزابيلتي تيستنج، يعني عايز تيستنج، يعني عايز تعمل سيشن الناس تستخدمه صح. قدامك وتسمع صح. رايها. صح. لكن از مترك في بقى تفاصيل كتير، يعني فكره مثلا، يعني في دوكيمنت معينه لازم ترفعها مثلا، ممكن الدوكيمنت دي مش متوفره، مش سهله بالنسبه له، فلازم تضمن ان هو يقدر يسيب الابلكيشن ده ويروح يطلع دوكيمنت ممكن تاخد منه يوم او يومين، مم. ويبقى مطمن ان الداتا از سيفد، وان الفورم اللي هو عملها مش هتروح لما يروح ويرجع تاني مثلا يعني. مم. فليها اسبيكتس كتير، بس اعتقد النورث ستار بتاعها هو كومبليشن ريت. الناس لو كملت مم. الفورم صح. يبقى صح. الفورم غالبا يوزابل يعني. وجزء من الريلابيلتي بتاعها هو الريكويرمنتس اللي جواها. بس للاسف الريكويرمنتس دي في الحاجات الحكوميه بتبقى هو كده، دي ريكويرمنتس لازم اليوزر يدخل كل، حتى لو الحاجات دي اصلا ملهاش لازمه بعد كده او صح. وات ايفر، بس هي دي. فالبروجكت بتاع كوادر كان عباره عن موديول ان انت تكريت بروفايل، والموديول بتاع الاجنتك فورم ده كان اكشولي بتاع الجوب بوستنج، ان انت تبوست الجوب. وفي الاخر في موديول بيجمع بين البروفايل كرييشن والجوب بوستنج اللي هو الماتشنج. مم. فلو بروفايل لو عندنا بروفايلز اكتر اللي هو كومبليشن ريت بير بروفايل، في الاخر بيترجم لبروفايلز اكتر. وكل بروفايل
في accuracy اعلى، يعني الناس فعلا كاتبه الحاجات الريليفنت اللي هم فعلا بيعرفوا او ما يعرفوش يعملوه. فعندنا بروفايلز اكتر مور ريليفنت او مور كواليتي يعني. وعندنا جوب بوستس برضو مش هقول اكتر، كده كده جوب بوستس بتبقى اللي بيعمل جوب بوست بيعملها لازم يعملها، لكن مور ريليفنت الديسكريبشن اللي فيها والريكويرمنتس فيها منطقيه فعليا. يعني مثلا واحد كتب انا عايز حد مثلا ميد ليفل ديزاينر مثلا، وكتب تحت عايزه بيعرف عنده دكتوراه في النوويه وعنده اختراعات في دماغه وعنده. فالاي اي هيقول له لا، يعني علي السينيورتي بقى، انت محتاج تعلي السينيورتي، او طلب طلبات كتير قوي حتى شويه رينج صغير. الاي اي هيقول له لا، يعني قلل الطلبات، يعني فاهمه. فلما تبقى الجوب بوست اوبتمايزد محترمه مظبوطه وبروفايلز كتيره وريتشت، لما يجي عند موديولر ماتشنج، وده كان الاند جول بتاع البروجكت كله، ان احنا وي ماتش مور وبيتر ماتشز في الاخر. فالناس اللي اعلنت وظايف تلاقي بروفايلات كتير ريليفنت بجد، مش اللي هي بروفايلات وخلاص. والناس اللي عامله بروفايلات يجي لها جوبز كتير ريليفنت. فدي كانت حلوه الشكوى البيك الاساسيه بيكتشر. الرئيسيه من السيستم الاولاني، ان هو ايه، احنا بنعمل البروفايل وبيطلع عينينا وبنقعد وبنتعب فيه واصلا مش يوزابل وبتاع، وفي الاخر ما بنلاقيش شغل. والراجل بتاع اللي بيجوب بوست بيقول ده احنا بتاع بيجي لنا حاجات مش ريليفنت او ما بيجي لناش حد. فهي دي كانت الفكره بتاعت كوادر يعني. حلوه البيك بيكتشر اللي انت وصفتها في الاخر من ناحيتين، يعني تو بيرسوناز عاملين ازاي. لا عظيم. انا كنت عايزه اعلق كمان على حاجه وارده جدا انت ذكرتها، ان الناس بتبقى عايزه تعمل AI powered products لمجرد ان البراندنج بتاعها يبقى اسمه AI powered، لكن الفاليو بتاعتها للكاستمر عامله ازاي بتبقى مش اكتر حاجه مهتمين بيها. ففي awareness عند بعض الشركات يقول لك we want to build the right thing. يعني انا فعلا عايزه ابني، يعني ماشي الاي اي بيساعد وكل حاجه، ولكن عايزه ابني الحاجه الصح، مش عايزه ابني حاجه اي اي كده وخلاص. فدي واحده من الاكتر حاجات الشائعه اللي الناس فعلا بتقع فيها، بالذات انا مش عارف مين اللي بيبروبوز الفيتشرز بتاعت الاي اي بصراحه. هل هو البرودكت اونر ولا هو البروجكت مانجر ولا العميل هو اللي عاجبه الفكره فقال لك هنعمل كده. وساعات كمان الترانزليشن ما بين الفيجن نفسها بيقول لك احنا عايزين نبقى اي اي باورد، لكن ما بين الفيجن وما بين الاستراتيجي نفسها بيبقى فيها جاب. يعني الراجل الفيجن بتاعته حلوه وعايزين نبقى اي اي باورد يا جماعه وعايزين اوتوميت وكده، وتيجي بقى تطبق بقى الكلام ده لا فتطبق بشكل مش عايزه اقول عليه غبي يعني بس لو مش مفيد ما فيش فاليو في الاخر. فدي نقاط كويسه جدا ان انت اثرتها، وليك حق ان انت اونستلي تبوش باك فيها يعني. انا عجبني هما جدا على فكره كيس. يعني انا عشان عملت انترفيوهات كتير من بعد ما سبت سكيل في شهرين تقريبا اللي فاتوا دول، شهر رمضان والشهر اللي بعده، لقيت ان يعني في الحاجات الليد مثلا، مش هقول حتى سينيور، في الليد وانت طالع شويه بيحترموا البوش باك. يعني انت لو في الانترفيو حاسوا ان انت مش الشخص اللي بتبوش باك ما بينبسطوش. يعني هو في الانترفيوهات، يعني انت محتاج الناس شويه بتقول احنا كمصريين غلابه، اللي هو يا لهوي ده انا عليا اقساط وبتاع، فلا انا ارضي الناس دي وبتاع وانا هعمل لك يا باشا اللي انت عايزه، فاهمه. فلا هم ما ينبسطوش كده. هم عايزين حد بيستاند بيحط رأي وبيستاند ليه وبيفايت عليه وهو يحترمه. لا انا بتكلم يعني يمكن عملت انترفيوهات بره اكتر، يعني بتكلم بره اكتر، ما اعرفش يمكن في مصر او كده، لكن الناس بره اكتر لا عايزه الشخص مثلا الليد لا يكون ليد. انا مش عايز حد يسمع الكلام ويقول حاضر وطيب شكرا، يعني مش هستفيد حاجه. طب ما انا اجيب حد ميد ليفل، ولو انا بقى اللي هقول له يعمل ايه يعني. ما فحته البوشنج باك هم بيحترموها، هم عايزينها في السينيور ليفلز شويه يعني. صح صح. عشان كده بقى، عشان اللي انت قلتيه حته ان الاي اي فور ذا اي اي، انا ضد ان احنا نعمل شركه هي اصلا شركه سوفت وير في الاخر. يعني انا يعني شركه، يعني اي شركه زي سكيل اي او غيرها واخده الاي اي براند، هي لما راحت عملت ديلز مع الحكومات هي بتاكت از سوفت وير هاوس في الاخر. انا هعمل لك ريديزاين لورك فلو موجود بس بالاي اي. فلما يبقى ان هم شركه اي اي، العميل بيبقى انت هتعمل لي الريديزاين ده، فبعد ما يعملوا او يعني هيبيلد البلاتفورم او الحته الفلو ده من اول وجديد، فين بقى الاي اي؟ انت ما فين انت؟ فهو بقى ريكوايرد عليه ان هو يعمل ده بالاي اي. طب يا عم الاي اي مش مفيد هنا دلوقتي؟ لا، ما احنا لازم نظهر الاي اي.
فهم مم. دايما كانوا بيقولوا كده للاسف يعني. فانا لازم طبعا يعني مفيش. فانا رايي ان الاي اي نجاحه في انه يبقى مش ظاهر لليوزر، على عكس ما الناس متخيله ان احنا عايزين بقى اي اي بوت تحت وبيضحك وبيرقص ومش عارف ايه، وعايزين ما اعرفش كل شويه علامه تطلع ان الاي اي بيقول لك ما اعرفش. الناس مش عايزه مشتتات ومش عايزه الاي اي في وشهم. فاكرين زمان كونسبت الانفيزيبل ديزاين او الزيرو انترفيس او حاجه زي كده، كان طلع كده من كذا سنه، اللي هو انا كأن الديزاين مش موجود. يعني عارفه الكونسبت ده؟ صح صح الكونسبت صح ده الناس النهارده سيمليس، محتاجه هم تعمله في عايزين الاي اي بقى، سيمليس او ديزاين. سيمليس او حاجه زي كده. ايوه بالظبط. الكونسبت ده محتاجينه النهارده محتاجينه النهارده في الاي اي. انا لو هعمل ريديزاين لحاجه، اولا ما تقوليش اعمل لها ديزاين بالاي اي. انا هنعمل ديزاين بالحاجه، انا هعمل ذا موست افيشنت لليوزر للبيزنس، سواء بالاي اي او مش بالاي اي. انا يعني ممكن يبقى مش مطلوب الاي اي ده اولا. ثانيا لو اي اي نجاحه افضل انه ما يبقاش باين في الانترفيس، زي اللي عملنا اللي وصلنا له في الاجنتك فورمز. هي فورم عاديه جدا انت بتملاها، زي انت ممكن ما تبقاش عارف ان في اي. انت لقيت حاجات فيلدز موجوده وحاجات تسلكت منها، وفي منها حاجات بري سيلكتد، وانت بتسلكت وبتدوس نيكست وبتمشي. مفيش فين الاي اي، مفيش اي اي. فالاي اي مش محتاج يبقى باين في الانترفيس الا في كيسز قليله يعني في رايي. فدي برضو من النقط اللي انا شايفها مهمه قوي. اعتقد ان الدنيا كلها هتمشي في الاتجاه ده اكتر قدام يعني. صح يعني حتى فكره ان كل حاجه تبقى بيزد على برومتس، الناس مش شاطره في البرومتس. انا عايز اقول حاجه ممكن تبقى خاصه برضو بالديزاين باي اي اي تولز، سواء يعني برونو او كلود ديزاين او جوجل ستيتش او كل الحاجات اللي شبه كده. عشان الناس برضو بتقعد تقول ايه الديزاينر هيجيت ريبليسد باي اي اي وبتاع. انا شفت تجربه ما قصدتش اعملها بس يعني جت قدامي، ان انت 2 ديزاينرز، حد سينيورز واكسبيرينس وشاطر جدا وكده، وحد تاني يعني على قد حاله شويه، والاثنين خدوا نفس التاسك والاثنين معاهم نفس الاي اي تولز. الديزاينر النص نص طلع بالاي اي شغل نص نص، والديزاينر الشاطر طلع بنفس الاي اي والاثنين معاهم نفس الاي اي الشاطر ونفس الموديل، طلع بالاي اي شغل ممتاز. فمش يعني فالعميل لو معاه اي اي مش هيطلع شغل زي الديزاينر، والديزاينر النص نص لو معاه اي مش هيطلع شغل زي الديزاينر الشاطر. لان انت في الاخر انت اللي بتقول للاي اي يعمل ايه. انت بتقول له اعمل كذا كذا كذا، وانت اللي بتجادج على النتيجه اللي بيطلعها ان دي كفايه ولا لا، ده انت ناقصك كذا وكذا وكذا. وانت اللي بتهتم بالتفاصيل او لا. ما هو انت لو طلع لك اول نتيجه وخدتها، اكيد في تفاصيل كتير قوي. انت اللي بتهتم بالايدج كيسز او لا. طب افرض يا عم ان انت دلوقتي باني الحاجه ان كل حاجه مثاليه وان الداتا كامله وبتاع. طب افرض في حاجات في الداتا ناقصه، افرض الراجل ده الكونكشن بتاعته ضعيفه، افرض الراجل ده من لغه تانية ودي مش نيتف لغه بالنسبه له، او ان الايكون ده مش ظاهر او. ففي الاخر الديزاينر الشاطر مطلوب مهما الاي اي تطور. هيخلي الديزاينر الشاطر يبقى اشطر، وهيخلي الديزاينر المتوسط يبقى اسرع، والديزاينر الشاطر يبقى اسرع. بس الليفل اوف كواليتي اللي طالع بقى الحاجه اللي كنت هتعملها في شهر ممكن تعملها في يومين، بس هتطلع بنفس الكواليتي في الاخر، او يعني احسن شويه. بس في الاخر مش يعني الديزاينر الشاطر مطلوب. فدي حاجه برضو كانت لاحظتها يعني، كانت مطلوب انك محتاجين نقولها. صح صح. انا بضحك لان برضو كان في موقف مشابه بس سريعا كده. كان في حد برضو بيسالني بيقول لي انا كنت عايزه اعمل اوديت، يعني يو اكس اوديت وكده، بس مش ريبورت، مش احسن حاجه، مش حلو. امم فاي حد هيجاوب يقول لك اصل البرومبت بتاعتك ما كانتش كويس. هو المشكله مش في البرومبت، المشكله بقى تعالى نرجع الروت كوز ايه. هو انت اصلا عارف تعمل اوديت؟ عارف ايه المعايير بتاعت الاوديت عشان تعمل يو اكس اوديت بتاعتها؟ طب عارف بالظبط. البرنسبلز اللي انت بتقارن بيها؟ طب عارف شكل الريبورت، احسن ريبورت شكله عامل ازاي؟ طب انت اصلا عملت ريسيرش في الموضوع بتاع الريبورت وبصيت على سيميلر ريسيرش واكزامبلز للريبورت عشان يبقى عامل ازاي؟ فهي الفكره ما بتبقاش في البرومبت فقط، الفكره بتبقى في المعلومات اللي عند الشخص نفسه. انت عملت ريسيرش، دورت ولا لا؟ المعلومات عندك ولا لا؟ تقدر تحسنها ازاي وكده. لكن انا مش هحط له برومبت كده وهيطلع سحر ويجيب لي احسن يو اكس اوديت في الدنيا يعني. فدايما بالظبط. يعني دايما احنا بنسبلمنت الانفورميشن بتاعتنا بالاي اي وكده، وممكن كمان نعمل ريسيرش بيها، ولكن هي مش كامله، الصوره ما بتبقاش جايه كامله.
واخر حاجه برضو معلش كنت عايزه امنشنها. عبد الرحمن كده بيقول مواقف، فانا بعلق عليها عشان برضو اظهرها اكتر للناس. البوش باك والكونفرسيشن باك اند فورث دي مع البرودكت اونر او صاحب الفيتشرز ايا كان، او البيزنس اناليست او ايا كان الشخص يعني. لولا ان هو وثق في عبد الرحمن ووثق ان ده راجل بيفهم وعنده تكنيكال نوليدج وعنده فاهم شويه في اللي بيحصل behind the scenes، فبداوا يتشاركوا في ازاي يقدروا يحسنوا البرودكت شويه شويه او يحسنوا الفيتشر شويه شويه. هو مش موضوع بوش باك كده وخلاص، لا هو الموضوع بقى باك اند فورث. فدايما بيقول لك هو احسن ريزلت بتطلع للمشروع لما الديزاين والبرودكت والتكنيكال بيبل بيبقوا في نفس الاوضه وبيتكلموا مع بعض وبيوازنوا الحاجات مع بعض. يعني احنا ما كناش هنوصل لحاجه لو عبد الرحمن فضل يقول لا يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده لا، والراجل قال لك اه وخلاص. لا هو الراجل حابب ان هو يعمل حاجه في الوسط. و ولك على فكرة مش ضروري يبقى ده ايديل، بس يعني تعالى نخش كده ديسكشن وتبدأ المحادثات. ففي الاخر بيحصل تراست بيلدينج، وبعدين في الاخر يعني الفيجن او يعني ممكن تكون الاستراتيجي اللي كانت في الاول اللي كنا هننفذوها اتغيرت فعلا في الاخر. فالموضوع ده مهم. فبرضو يعني رسالة للجميع الناس يقول لك الديزاين ده مش مهم والعميل هيقول عليه هنعمله واحنا مهددين بالاي اي والكلام ده كله. يعني انا شايفه ان هو ملوش جانب من الصحه. اشتغلوا على نفسكم، اشتغلوا على السكيلز بتاعتكم كويس وطوروها. ويعني التك سكيلز حاجه والسوفت سكيلز حاجه، فالاتنين بيكمبلمنتوا بعض. ما كانوش الاتنين اقوياء في الاخر مش هتعرف تطلع فيتشر قويه في الاخر او توصل لريزلت في الاخر جامده يعني. بس فده اللي انا كنت حابه ان انا illustrate عليه يعني. عشان كده انا ضد كلمه اي اي فيرست ديزاين. لا، هو ديزاينر فيرست ديزاينر واي خلاص اي يا عبد سكند الرحمن، بقى. خلاص يا عبد الرحمن، انت السيريس كلاس وقف. مش خلاص يا عبد الرحمن، هتهدلنا لا السيريس عادي، كلها. لا هي حلوه از براند بس يعني عشان طب احنا عايزين نستفيد من وجود المستر اسحاق يعني. عايزين كومنت كده، كومنت اوروبي، كومنت الماني. الله يخليك تسلم. انا شفت البوست بتاعك على لينكد ان فقلت ادخل بحب والله طب كويس، ده احنا لسه عاملينه في اول الكول اصلا. اما انا لسه يعني انا كنت بفتح في لينكد ان كده انا بره فقلت لا لازم ادخل احصل لي. والله طب شكرا يعني. تحية ليك يا عندك سميرة اي كومنت على في اي حاجه لفتت نظرك في الكلام اللي احنا قلناه او حاجه؟ يعني الكلام كله انا يعني كان تجري مير الصراحه يعني كله جميل وخصوصا ان هو جاي من اكسبيرينس. انا اصلا فاكر ان انا كنت من 3 سنين عملت لايف كده عن الاي اي في الاول خالص يعني خالص. بس انا مبسوط انه بعد ما الدنيا كده الناس ما بقتش تخاف يعني. انا فاكر وقتها حصل هنستبدل مش هنستبدل مش عارف ايه كده. بعد ما بقى مثلا انت اشتغلت في شركه وبعدين مثلا انا في شركه عندي وبدا يطبقوا كله. اعتقد حاسس انك شام داون شويه. ده طبعا. التيم العام دلوقتي صح؟ يعني انا بقيت لا بحس كده ان الناس دلوقتي بقت مطمنه اكتر. مش عارف ده احساسي. انا شايف ان في شغل كتير جدا بصراحه، انا شايف ان في شغل كتير، بس يمكن يعني مطلوب ناس مور سينيور شويه. بس الشغل موجود ومطلوب، ويعني ما اعرفش الناس كتير حاسه بده لا، بس احنا محتاجين نتعلم. انا حاسس الناس جالها جاب كده اللي هو ايه ده، طب احنا هنتعلم، طب ما خلاص الاي هيستبدلنا. لا، انت دلوقتي يعني مور ذان ايفر، دلوقتي اكتر من اي وقت فات انت محتاج تتعلم زي ما اميره قالت كده. طب ما هو انت اصلا فاهم يعني ايه اوديت ويعني ايه ريبورت ويعني ايه بتاع. ما هو انت لو انت هتعتمد على الاي اي وانت مش فاهم مش هتطلع شغل حلو. فانت لازم تتعلم يو اكس ويو اي برنسبلز ومبادئ ودنيا، وتبقى اكسبيرينسد وبتعرف ايه الحاجه كويسه وايه الحاجه مش كويسه، وامتى تبوش باك وامتى تديك ديبر وامتى بالخبره. وطبعا الكوميونيكيشن بقى مع البشر والتيم ممبرز اللي حواليك والبروجكت مانجرز والناس. فمن غير ما تبقى عندك الخبره دي فانت محتاج تتعلم وبعدين تستخدم الاي اي عشان يبوست بقى النولج اللي عندك والاكسبيرينس اللي عندك. والله زي ما بقول يعني انت كلامك كله منطقي. انا بس بقول يعني ان الاحساس العام دلوقتي متهيألي بعد ما الناس قربت اكتر اهدى شويه غير مثلا من سنه مثلا فاتت او كده كان كله قلقان وخايف. بس بعد ما شفنا قربنا من الحاجه شويه ممكن يكون الموضوع
اهدى شويه. انا مم. ممكن اذكر يوز كيس بس كده انا استخدمت فيها الاي اي مؤخرا لو ينفع، لو انتوا حابين مشاركه يعني، يا ريت يا لسه حاصل سماح، قريب يعني. احنا ممكن. انا انا دايما مش عارف يعني، انا استخدامي دلوقتي في الشركه الراجل قطع، آه، رجع تاني. انا مش عارف، حاسس ان احنا محتاجين اسحاق في لايف لوحده، يعني خايف ان هو يتحرق في انا اللايف ده حاسه كده، انا حاسه صح؟ كده. خالص مش عايزين لا نحرقك في لا اللايف انا ده. لا انا ما عنديش حاجه، انا بس هقول مشاركه صغيره كده بما انك كنت يعني ماشي. فضلت واديتني سبيس في الموضوع. كان عندنا ديزاين سبرنت لاست يعني من اسبوعين 3. الشركه عندنا فيها حاجات اوفلاين اللي هي الستورز، الناس اللي في الستورز، وفي حاجات اونلاين يعني. فالناس اللي في الستورز عاده مش بيبقوا يعني، صعب قوي تشرح لهم من واير فريمنج تعالوا نعمل كريزي هيد ومش عارف ايه الكلام ده يعني. فببساطه شديده جدا في الايديشن بتاع الديزاين سبرنت انا خليتهم فتحوا فيجما ميت، وبدل ما يديسكرايبوا الايديا او يرسموها واير فريمز او بسكتشنج، خليتهم هم يتشاتوا مع البتاع عشان كل واحد يطلع بالايديا بتاعته بشكل احسن، ونقضي الوقت اكتر في الكوميونيكيشن والكريتيكنج للايدياز. فانا بقيت بخلي الاي اي يعمل الحاجات اللي الناس اللي مش فاميليار او الستيك هولدر اللي مش فاميليار بالحته بتاعت التك شويه، علشان يعني اسد بس البلوكر بتاعت ان انت تقعد تشرح لهم الاكتيفيتي بتاع السكتشنج وارسم مم. كانك بتدرس في المدرسه. لا خلاص بقت في حاجه احسن دلوقتي، وتطلع الفكره بتاعتك بشكل اوضح. فبدل ما ناخد وقت في ديسكرايبنج الايديا اللي مش واضحه وانت بتسكتش نبش فراخ، لا بقى في اكشلي حاجه وانت اصلا مبسوط ان انت قدرت توصل فكرتك بالشكل ده. فده مثلا، حلو جدا. فانا دايما اليوز كيس دي مثلا كانت بالنسبه لي مفيده جدا لفيجما ميك. فانا استخدمت هنا الفيجما ميك مش عشان افاينلايز ايديا، ولكن مم. عشان انبلوك ناس هم مش تكنيكال يقدروا يطلعوا افكارهم بالشكل اللي يبقى مرتاح انه يوصل فكرته 100%، بس الفكره مش هتنفع. مم. انت يعني اتصرفت، يعني انت عملت الحاجة اللي توصلك للجول بتاعك، هو ده المطلوب بالظبط بالظبط. كده. ف يا ف دي بس مشاركه المانيه. بس شكرا كده. شكرا يا محمود. شباب، قبل معانا 5 دقايق questions، حد عنده أي أسئلة لعبد الرحمن، أي أسئلة في النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها كده؟ لو عندك سؤال يعني بليز raise hand عشان ناخد ناس بالترتيب. حد عنده أي أسئلة؟ طيب. في حد بعت رسالة تقريبا. ده في كذا حد بعت شات، انت واخدة بالك من الشات؟ آه فاروق ردينا عليه. حد بس بيقول يا ريت، وبعدين empowering stakeholders with AI is a brilliant idea إسحاق. بس فما فيش في سؤال. ما اوكي. فيش أسئلة. خلاص، ان شاء الله، ان شاء الله هنتقابل قريبا تاني. انا عارفة ان الاسبوع الجاي خلاص العيد، فكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله نلقاكم بعد العيد. شكرا كتير كتير لعبد الرحمن ولمشاركة محمود معانا، واشوفكم على خير ان شاء الله. ماشي، السلام عليكم، ان مع شاء السلامة، الله، شكرا. كل سنة وانتم طيبين.